توقع أن رئيس الحكومة لن يكمل السنة المقبلة في منصبه. علاش؟ شعبيته نازلة بشكل كبير، والمصيبة الأكبر كانت في دخول شركاته للتحالف الحكومي وكأنه يلعب مونوبولي مع إقصاء كل من يخالفه في الرأي في مؤسسات الحكامة. وبالطبع هناك موضوع تضارب المصالح الذي صار كابوسا. انا تنعتقد والله اعلم لو كانت الامور زعما طبيعيه السيد رئيس الحكومه خصو يقدم استقالته. احنا الا ما بغاش يقدم استقالته هو حر، ولكن كنظن المرحله ديالو انتهت سياسيا، المرحله ديالو انتهت. في الاشارات اللي عمل سيدنا بصراحه يعني باش نكونوا زعما واضحين، كلف وزاره الداخليه بالقضيه ديال العداله المجاليه، كلف وزاره الداخليه معنى ذلك انه هذه اشارات واضحه ما فيها لا اله ولا حق. وفي هذا الإطار أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل إعداد جيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب مشاورات السياسية مع نجيكم الخبر الرئيسي ديال هذا الفيديو. عزيز أخنوش يقدم استقالة الحكومة ديالو لجلالة الملك. قدم بداية حقبة جديدة في السياسة، نهاية عزيز أخنوش. لما نجحاتش أن أسهم أخنوش بعد كل هادشي اللي تسرب ونزول أسهمه في بورصة الشعبية والغضب العارم اللي كاين عليه، أنه كاين تفاعل مع أعلى جهاز في الدولة وبأن أخنوش ني با كوسيوني. إذن أخنوش دخل مرحلة صعبة إذا ربطناها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أخنوش والانسحاب من السياسة. الحديث اليوم كيدور على أخنوش أنه غادي ينسحب من السياسة بعد نهاية هذه الولاية الانتخابية. بطبيعة الحال هذا الحديث راج وبدأ كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي، احتمالات وتوقعات ربما مبنية على بعض المعطيات، وبطبيعة الحال لا دخان بدون نار، كاينه شي حاجة واللي خلى هاد الأمور تطفو على السطح هو الخطاب الملكي الأخير. الخطاب الملكي الأخير جاء فيه أن صاحب الجلالة يسند مهمة الإشراف على الانتخابات لوزارة الداخلية. وفي هذا الإطار أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل إعداد جيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب مشاورات السياسية. ولم يذكر الخطاب